خليني أسألك سؤال بسيط جدا، امتى قلت هبدأ بعد 5 دقايق وال5 دقايق دول احنا محتاجين نعمل لهم محضر اختفاء ولا ايه؟ صديقي، لو انت من الناس اللي بتسوف فاحب اطمنك، انت مش لوحدك وانت مش فاشل وانت مش كسلان، انت دماغك بتشتغل ضدك وكسبان الجولة بس البطولة لسه. خلينا ناخد مثال عملي جدا وهي المذاكرة. انت تقول هبدأ اذاكر بعد شوية بس دماغك تقولك بص بس هنشوف الموبايل ثانية. تفتح الموبايل وتلاقي اشعار والاشعار يجيب فيديو وفيديو يجيب فيديو تاني وتبص فجأة انت بقيت عارف نشأة البطاطس المحمرة في بلجيكا وايه علاقتها بانهيار الاتحاد السوفيتي وانت اصلا عندك امتحان فيزياء بكرة، وتيجي اخر اليوم تقول انا مش عارف ليه مش بنجز. لا، انت عارف كويس يا صديقي، التسويف مش مشكلة وقت، لا التسويف مشكلة مشاعر. يعني دماغك شايف المهمة وبيقول لك لا خلينا نهرب شوية. في الحتة ديت انا هشرح لك ايه اسباب التسويف. خلينا علميين شوية. انت جوه دماغك عندك خناقة على اعلى مستوى. في الركن الاول الليمبيك سيستم، المخ العاطفي عايز راحة ودوبامين ومتعة وعايزها دلوقتي فورا. وعندك في الركن الثاني البريفرونتال كورتكس، وده باختصار القشرة الجبهية اللي هو المخ المنطقي، وده عايز نجاح ومستقبل وحياة مستقرة. والمشكلة بقى المخ العاطفي صوته عالي والمخ المنطقي واقف ماسك ملف ومستني دوره يتكلم، وفي النص انت واقف ومحتار ومش عارف تعمل حاجة. يعني باختصار كده المخ العاطفي دايما بيكسب المخ المنطقي. ايه الفرق ما بين الراحة والتسويف؟ خليني افرق لك يا صديقي. الراحة وقتها قصير ومتخطط له وتخليك تطلع احسن. على الناحية التانية بقى التسويف ملوش خطة وملوش نهاية وتطلع منه متضايق ومتوتر وبتلوم نفسك. يعني باختصار كده الراحة بتساوي شحن والتسويف بتساوي استنزاف، وبعدين تقول هو اليوم خلص امتى؟ طيب نعمل ايه بقى يا صديقي؟ اول حاجة ابعد الموبايل، مش سايلنت ومش مقلوب، بعيد جدا. ايوه اللي في ايدك ده سيبه يا صديقي، هو مش هيطير، هيقعد يستناك. نرجع بقى، احنا كنا فين؟ في التسويف. تاني نقطة قانون ال5 دقايق. اتفق مع دماغك على 5 دقايق وخليه يكتشف لوحده ان اتضحك عليه. ويبدأ بحاجة صغيرة، صفحة، مسألة، أي حاجة، احنا مش داخلين في حرب. اشتغل بنظام، 30 دقيقة مذاكرة و5 دقايق راحة، والراحة مش ماراثون ريلز. كافئ نفسك بأي حاجة صغيرة وقول لدماغك جدع يا بطل، نقدر نكمل ونقدر نخلص اللي ورانا كله. وفي النهاية يا صديقي انت مش محتاج تبقى شخص خارق ولا منضبط 24 ساعة. انت محتاج حاجة واحدة بس، انك تبدأ. بعد ما الفيديو يخلص قوم اعمل حاجة واحدة بس. ولو حسيت الفيديو ده عجبك متنساش اللايك والاشتراك، واستنونا الاسبوع الجاي لو مسوفناش.